بموت انا في السكريبتات اللي بتتوزع على جمهور الزمالك دي. في سكريبت كده النهارده منتشر قوي، اللي هو يعني انا لو رحت اشارك في كاس العالم للانديه هعمل ايه اسوأ من اللي انت عملته؟ يعني انا لو رحت هعمل ايه اسوأ من اللي انت عملته؟ هخرج حصاله؟ هبقى عملت زيك. صعب عليك. فكره ان انت تروح اصلا دي مستحيله، او تكاد تكون شبه مستحيله، عشان محدش عارف السنين الجايه فيها ايه. بس انت لحد دلوقتي انت بعيد قوي. يعني انت دلوقتي بيراميدز خد مكانك كده كده، انت الثالث سنه او رابع سنه على التوالي انت بتشارك كونفدراليه، تمام؟ الاهلي بيشارك يعني الاهلي حتى يعني مثلا صن داونز مشارك في في كاس العالم للانديه بتصنيفه، او لانه كسب السوبر الافريقي مثلا، مع ان صن داونز ما كسبش دوري الابطال، بس بتصنيفه ان هو تصنيف اول. فانت حتى لا تصنيف ولا دوري ابطال. يعني انت اقصى طموحك في الحياه، انت طموحك في الدنيا ان انت تكسب دوري ابطال وتشارك في كاس العالم للانديه، بس دي كبيره قوي عليك. يعني انا بقول لك حتى فشلي انت بتقول لي يا فاشل يا عره اللي رحت وعملت، انت دي اصلا كبيره عليك. يعني حتى فشلي مش نجاحي بقى، مش نجاحي خالص، فشلي كبير عليك. انت ما تعرفش تفشل فشل، يعني ما تعرفش انت تروح تشارك في كاس، ما تعرفش، بعيد قوي عليك. لان بيراميدز دلوقتي خد مكانك. حتى لو بيراميدز كسب دوري الابطال، الاهلي ان شاء الله باذن الله ضامن المشاركه في كاس العالم للانديه بتاع 2029 بتصنيفه، بالتصنيف. لكن انت فين؟ انت وير ار يو؟ وير ار يو؟ مالكش لا تصنيف ولا ليك وجود، وبتتنسي وبتتركن. فانت اصلا تقول لي هو انا لو رحت هعمل ايه؟ مش هتروح، انت مش هتروح، انت قاعد هنا، انت قاعد هنا. حتى انا المشاركه بس في كاس العالم مدخلالي مثلا بتاع 11 مليون يورو مثلا. 11 مليون يورو دي مشاكل عالم اول، مش مشاكل عالم تالت. انت يا حرام مش بتعرف تدفع مرتبات لعيبتك، مش بتعرف تجدد للاعيبتك. اللاعب بتاعك بيتصاب مش بتعرف تديله مصاريف علاجه. لكن انا فين؟ وير ار مي وير ار يو؟ انت كده قوي، وعمرك ما هتعرف تروح. على الاقل السنين الجايه انت مش هتشارك، انت مش هتشارك في دوري ابطال. ليه؟ لان انت من سيء لاسوأ، وانت مش مركز مع فريقك. انت طول ما انت شاغل بالك بيا هتفضل كده محلك سر زي ما انت كده. فانت لو ركزت مع مشاكلك سنه زي ما انت كده من امبارح شغال. انا بتعادل مع بورتو مش بورتو السخنه، ده بورتو البرتغالي، بورتو فريق اوروبي، بتعادل مع 4-4، بعمل ماتش عالمي. خرجت حصاله، ما خلاص عادي، ايه المشكله؟ طب ما اتلتيكو مدريد ما هو خرج عادي، ايه المشكله؟ ما الوداد خرج عادي، ايه المشكله؟ ما فرق كتير قوي خرجت، ايه المشكله؟ وقيمتهم التسويقيه اعلى مني بكتير، ومعاهم فلوس اعلى مني بكتير. بورتو امبارح ده لاعب واحد اللي اسمه سامو ده، ولا مش عارفه اسمه ايه، الشاب الصغير ده، ثمنه 50 مليون يورو، ثمنه 50 مليون يورو. قيمته التسويقيه نادي بورتو ده اعلى مني ضعف. يعني انا لو 150 مليون هو 350 او 360 مليون. انت دايرتك كلها الاهلي، انت بتكره الاهلي اكتر ما بتحب فريقك، بتكره الاهلي اكتر ما بتحب فريقك. فانت هتفضل في الزون دي، هتفضل هنا طول ما انت حاطط الاهلي ندي ليك. الاهلي مش ندي ليك، الاهلي مش ندي لحد دلوقتي، الاهلي مش ندي لاي فريق في مصر دلوقتي، غير يعني بيراميدز، لان بيراميدز غالبا ضمن المشاركه في كاس العالم للانديه 2029. فانا دلوقتي حواري كله مع بيراميدز. لكن انت صعب عليك قوي حتى ان انت تشارك في كاس العالم للانديه، تروح تلبس البدله التشريفيه وتكسب دوري الابطال وتروح تشارك في بعيده قوي 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 عنك دي يا غريمه. فما تقولش كلام اكبر منك ارجوك.